نفديك أجلا. شهید رهبر تکاشی نامنم صاحب تکاری نامنم زرید توای شهیدین تکاشین آزادیه و بتایبت شهیدین پینگاوا پیواجویا تو کس نکاره روژا مطاری بکه از توا ببیرتینم بجنا خل برانبری بیرین آوان دطوینم حواله نیجا هر وها هزن کمپلوگر یکو اف ببختیا نام نتوی پیک آنین لدجی سروک موگل ما اموان هزان شرمزار دکن پروتستا دکن و ام دبیجنگو 26 سالن و سروک آپو دیل گرد دگراوا امرالیه ده تسلیمی دولتا ترکر ل 26 سالن اف ملت جقیرین خواه جبر خدانیا خواه جبانگا خواه جداخوازن خواه جبو آزادیه تکا پاشد ناوید روش بروش کلی بکلی بر خدانیا خواه مزنتر دکا خودی لرومتا خواه خودی لحبونا خواه خودی لسروک خواه دردکا و همه کس به هفره به سالای 26 سالن و بر خدان مزندکا دبن دروشمیا به سروک جیان نابه حتی به کلیه بردوام دکا حواله نیجا 26 سال قدیان لیدوان 26 سال آنده وان هزان خواستن هرما راجلاتا ناوین لگاری خود دیزاین بکن لگاری خواه آوا بکن لگاری خواه بره ببن لیدوان 26 سال آده 26 سال آده وی گلی وی تفگره خباتن خواه به همه آلیان ده دالی جواکی ده دالی رخصتنی ده دالی لشکری ده دالی سیاسی ده ده همه آلیان ده لپیش خست تکوشینا خواه مزنتر کر حتی روش ایروهات گیرو روش ام کلین آزادی جیان دکن ام ایدی بیجن جنهاو پیوه و تی قبول کرنک لگل منیم به جبلی گوگ سروک آپو دناف مده آزاد به ام به هفره روژم پیشیامه تکوشینا خواه آزادیه مزنتر بکن بلند بکن سرکفتینا خواه مسوگر بکن حواله نیجا وکن زانن وکن دزانن 100 ساله در واسبوی شر جهان یکمین و دومین هات جان کر هات جان کرن د انجام ده چه بو
رژیم دسلات رژیم دسپوت پرگالا دولتنا توا داوا کرن لی اف 14 سالن گلن سوریه و بتایبت پیشنگتیا گل کرد و گلن دینی دو سوریه ده عرب، سوریان، آشور، کلدان، ارمن، ترکمن توا به هفره تکوشینا خوی آزادیه لبرانبری و پرگالدان مشاندن و حتی روژایی رو بردوام کرد 200 ساله ده پرگالا دولت نتاوی پیش خستن پرگالا ظلمکاریه پیش خستن لی سروکاپو دماهات گرتن و پیوه ایدی او هولدان خواه تکوشینا خویاش بو سرکفتنه جبو آزادیه جبو پیش خستن شورش آزادیه بردوام کرن رانه وستیان نسکنی سروکاپو نگوت ایدی از هاتم گرتن از نما کار دکم وسا نگوت برو واجوه گو از هاتم گرتن از تکوشینا خو بردوام بکم مزم بکم هذا المكان نقف لنقول كلمتنا كنساء في شمال وشرق سوريا. ففي 15 شباط من عام 1999 المؤامرة الدولية التي أحيكت بحق القائد عبد الله أوجلان وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا في ظل هذه الظروف والتغييرات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط. كما أننا نستذكر في هذا اليوم شهداءنا الأبرار، شهداء الحرية، شهداء الحق والإنسانية، وأننا نستلهم من ذكراهم فكر القائد الأممي الإرث التاريخي الذي يعتبر منارة للأجيال القادمة. فمؤامرة 15 شباط أحيكت بهدف الخلاص من القائد عبد الله أوجلان لما تشكله الشخصية الفذة من خطورة على الحداثة الرأسمالية وبنيانها، وكذلك على القوى المعادية للحرية. هذا اليوم الأسود بحياة وتاريخ الشعوب سيكون يوما للحرية، والشعوب التواقة للحرية والطامحة بنيل استقلالها وكرامتها فدول الرأسمالية والعصرانية التي تريد استعباد الشعوب رأت بشخص القائد عبد الله أوجلان العائق أمام تنفيذ مشاريعهم، فكان لابد من التآمر على القائد بجريمة مخالفة لكل الأعراف الإنسانية وتعتبر وصمة عار على جبين الإنسانية. فقد تم اختطافه وسجنه وفرض عزلة مشددة عليه لأنه طالب برفع الظلم والاضطهاد عن الإنسانية جمعاء. نادى بالحرية والديمقراطية لشعبه وجميع شعوب العالم، ونادى بفكر الأمة الديمقراطية. بهذه المؤامرة أرادوا إبعاد جميع الشعوب، أرادوا إبعاد المجتمع عن القائد، واليوم يلتفون حول نضاله ليس الشعب الكردي فقط، بل عرب وسريان وآشور وأرمن وتركمان من جميع الشعوب والمعتقدات والأديان في الشرق الأوسط. اليوم ومنذ 26 عاما والقائد في سجون الاحتلال، فقد قامت بحرمانه من أبسط حقوقه ووضعه بالعزلة الإفرادية طيلة 3 سنوات، ضاربة بذلك كل القيم الإنسانية والأخلاقية. ولكن القائد استطاع أن يحول من سجن إمرالي إلى منبع للفكر والحر بعلمه، وكان يفتقد للقلم
والورقة، إلا أنه نشر العلم والمعرفة ونور الحرية ليس على الشعب الكردي فقط بل على جميع الشعوب. ويقول القائد عبد الله أوجلان بأن الثورة ثورة المرأة. نعم، هي ثورة المرأة ونضالها ودعم للمرأة، فقد كسرت قيود العبودية وفتحت آفاق الحرية أمامها، وجعل من المرأة قيادية وريادية في جميع المجالات، من الرئاسة المشتركة وحتى حاملة السلاح في الجبهات. فإننا بفكر القائد أخذنا دورنا الفعال ومكاننا في المجتمع، إلا أن الدولة التركية استهدفت المرأة لأنها رأت فيها القوة والنضال. الدولة التركية اليوم تدعي الإنسانية، تدعي السلام. أين هي من السلام والحرب مستمرة على سد تشرين؟ فاليوم شعوب شمال وشرق سوريا يتجهون بالآلاف لحماية السد. أين هو من يدعي السلام؟ أين هو وهم يستخدمون الأسلحة الكيميائية في جبال كردستان؟ أين هو من يدعي السلام؟ فإنه يبكي على أطفال غزة ويضربنا في شمال وشرق سوريا. من هذا المكان ندين ونستذكر الصمت الدولي حيال ما تقوم به الدولة التركية بحق القائد، كما أننا كنساء وحركة الحرية نطالب المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لإطلاق سراح القائد، لأنه حان وقت الحرية وآن الأوان تفتح أبواب إمرالي. كما أننا نعاهدك يا قائدي، نعاهد القائد على الاستمرار بنضال حتى تحريره من سجن إمرالي. عاشت أخوة الشعوب، عاشت مقاومة إمرالي. لا حياة بدون القائد.